ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير والشهر مبارك علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. والله يبلغنا إن شاء الله الشهر وحنا بخير وطيبين بإذن الله تعالى. حبيت إني أبدأ أول شيء في فكرة القناة. كانت فكرة من أفكاري، وبديت فيها يعني تقريبا من 3 سنوات وأنا أفكر في هالفكرة، إني أجمع فنانين وأجمع شعراء وأجمع عازفين وأجمع ملحنين في قناة تجمعنا جميعا يعني. فطرحت الفكرة على أقرب الناس لي اللي هو الفنان محمد البوش والشاعر صالح العبد الله، الله يمسيهم بالخير. كانت رحبوا بالفكرة صراحة للأمانة، وشجعوني على الفكرة وقالوا لي بالعكس احنا معاك وابدأ فيها وفكر كيف راح نسوي الفكرة دي. قلت والله احنا بنسوي لنا قناة ونبدأ فيها، نجمع فيها الشباب، بنتكلم فيها نخبة من الفنانين ومن الشعراء ومن العازفين ومن الملحنين، الناس اللي حوالينا وقريبين منها. ف يعني كلمنا صراحة نخبة جدا ممتازة من الفنانين ومن الشعراء والملحنين، وبالعكس يعني أبدوا إعجابهم بالفكرة ورحبوا بالفكرة، وقالوا حنا معاك في هذه الفكرة. بدينا نشتغل عليها أنا والشاعر صالح العبد الله وأخوي محمد. بدينا نرتب الأوراق، بدينا نشوف كيف نبدأ وكيف راح تبدأ بداية القناة وذا. فوصلنا إلى فكرة أنها تكون بداية القناة شيء وطني، يعني الوطن الحبيب. وكانت فعلا فكرة موفقة. بدينا في عمل وطني اللي الله يعزك يا وطن، كان يجمع من الشباب والفنانين المتميزين، وكان لهم حضورهم صراحة الأمانة، ما قصروا من العازفين. بالطبع كان من ألحان أخوي سعد الخفجي، الفنان المعروف، الفنان صراحة له بصمة في الفن. ولا أنسى الفنانين البقية اللي كانوا موجودين معنا في العمل، يعني صراحة كل له بصمة فيه، في أعماله، في انتشاره. فكانت بداية الفكرة من كذا، يكون عمل وطني، عمل يجمعنا. من هنا بدينا مسيرة قناة مواهب نجرانية. وكان بس المسمى للتنويه قناة مواهب نجرانية بحكم حبنا لمنطقتنا، وما تعني بس انها تكون الى الشباب نجران، لا، في الأغلبية يفكرونها بس خاصة لشباب نجران أو فنانين نجران بالمعنى الأصح أو شعراء نجران. لا لا، هي جميع الفنانين سواء من نجران أو من خارج منطقة نجران. والمملكة العربية السعودية كلها وطننا وبلدنا، فكل واحد في هالدولة يمثلني وأنا أمثله في الفن الشعبي أو الفن الكلاسيكي أو مهما كان الفن، أو من الشعراء أو من الملحنين أو من العازفين. بالعكس كلنا نعتبر مجموعة واحدة، عائلة واحدة، عائلة فنية. فالقناة هذه للجميع، مش المنطقة أو شباب منطقة نجران، لا لا، يعني هي للجميع. فللأمانة القناة لقت صدى جميل من الناس اللي حوالينا، من الناس اللي يعرفون، تعرفوا على القناة وشجعونا وشدوا على يدينا. وكان يعني صراحة من الناس اللي نثني عليهم من ناحية تشجيعنا في القناة
بالنسبة لي أنا كان أخواني، حمد أخوي الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله بيمر الآن في أزمة مرضية، ونقول الله يشفيه إن شاء الله يقوم بالسلامة. وأخوي صالح أبو محمد كانوا لهم النصيب الأكبر يعني في التشجيع لي وللشباب، لمحمد وصالح والبقية اللي كانوا معنا في القناة. فمن هنا بدأت الفكرة، ومن هنا بدينا أعمالنا الفنية، سواء كانت شعبية سواء كانت وطنية سواء كانت كلاسيكية. كانت أعمال جدا جميلة ومشاركات جميلة، وكنا نسجل وما زلنا نسجل في الاستديوهات اللي تخصنا، الاستوديو داني الليل، واستوديو كان برضه ما زال عند أخوي الفنان محمد البوش. وحلي نعمل وحلي نسهر وحلي نتعب وحلي بحكم ان حنا نطلع بشيء مرضي للجميع.